السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة بنتابع تلقيح ثمار الدراجون فروت، وهنعرف ازاي في الفيديو ده الثمرة اتلقحت او اتلقحت ولا فشلت. اول حاجة بالنسبة للتلقيح في الشجرة دي كلها بدون تدخل يدوي، الحمد لله. يعني ده كله عن طريق الحشرات، وزي ما انتم شايفين يعني يعتبر الشجرة مش معمول لها تكعيبة ولا اي حاجة. ده كله يعني شجرة يعتبر عشوائية كده، كنت زرعتها بطريقة عشوائية على اساس ان هي مش هتثمر، لكنها الحمد لله نجحت معايا ما شاء الله. يعتبر ده السنة دي اول انتاج حقيقي ليها بفضل الله. التلقيح جيد عن طريق الحشرات. ده لسه ازهار شغالة معانا اهي، ثمار شغالة معانا لسه. بالنسبة لدي خلاص بنعرف انها اتلقحت ولا لا، او يعتبر دي فشلت. بنلاقي الثمرة بتاعتنا صفرة ودبلانة في حالة زبول، زي ده برضو كده فشلت. بالنسبة لديت بالطريقة دي تكون ان شاء الله تكون نجحت. اوريكم برضو حاجة تكون لسه بداية عقد جديد. المشكلة ان كل الثمار ده احجام كبيرة اهي. يفضل لو عايزين انتاج احجام كبيرة نخف من عليها الحمل، يعني ما يكونش عليها ثمار كتير. لازم كمية الثمار يعني ما تكون برضو تكون معقولة، عشان ما تسحبش كل الغذاء من الشجرة، وبالتالي تكون الأحجام صغيرة. لو احنا عايزين أحجام اقتصادية وكبيرة ما شاء الله، يعني الحمد لله الأحجام زي ما انتم شايفين اهي عاملة ازاي. شجر الباشن فروت او ام الفواكه من الاشجار الجميلة جدا، بتنتج مرتين في السنة، مرة في شهر مايو ومرة في شهر اكتوبر تقريبا. انا لسه برضو دي اول سنة تنتج عندي الحمد لله. كانت انتجت اكتوبر اللي فات، والسنة ده اهو ما شاء الله الانتاج كويس. لو عايزين انتاج كبير يفضل عمل تكعيبة لها زي تكعيبة العنب كده، عشان ناخد منها انتاج كويس. ده ثمرة لسه اهي، لسه عقدة جديد، ان شاء الله تكون نجحت. بالنسبة لدي فشلت اهي. وده شكل الشجرة عندنا، حطيتها على سور، لكن الانتاج الحمد لله كبير. تابعونا ان شاء الله في الفيديو القادم، هنشوف مع بعض طريقة الحصاد. لو هنحصد بالنسبة للمزارع الكبيرة حصاد للبيع عشان نبيع تجاري، بنحصده ازاي، ونشوف برضو. نتابع معانا الشجرة. ده ثمرة اهي، لسه ثمرة جديدة، مفروض في مرحلة التلقيح. البودرة اهي طبعا زي ما اتعلمنا طريقة تلقيحها مع بعض. التلقيح اهي الناس برضو اللي ما شافتش قبل كده، بتكون البودرة في الاسفل اهي. شايفين كمية البودرة. بالنسبة لتقطيع الميسم المذكر ده عادي مش هتأثر معاه. الاصفر ده كله البودرة بنحطه تحت بالطريقة دي على الميسم الانثوي، وبكده تكون ان شاء الله نجحت عملية التلقيح. يفضل يكون في حشرات زي النحل مثلا
عشان يلقح لنا الثمار دي، عشان يدينا نسبة نجاح كبيرة. تابعونا ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير، ونعرف ونتعلم اكتر عن شجرة ام الفواكه اللي طعمها يعتبر من افضل الفواكه اللي انتشرت في مصر مؤخرا. في النهاية نشكركم لمتابعتنا، وشكرا والسلام.